السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايب قلبي هنعمل بقى ستريبس بطريقة سهلة وبسيطة يا حبايب قلبي، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد، وصلوا على النبي يا حبايب قلبي. هنقطع بقى الستريبس بتاعنا بقى قطع بقى طاولة كده. عايزة بقى تخنها عن كده تخنية في ايدك انت بقى حسب ما انت عايزة. كده يا حبايبي حطيت معلقه نشا اهيت، وحطيت نص كوبايه دقيق لان انا عامله قليل، وهنا كركم نص الكميه، وهنا توم باودر وملح وكزبره ناشفه وبابريكا وبصل باودر، واحط فلفل اسمر برضه. اي بهارات عندك عايز تحطيها حطيها بدون متاح لك يا حبيبي. وهنا برضو كنت بشرب طماطمية وبصلة هي حطيت عليها شوية ملح عشان ناخد المية بتاعتها. مية البصل دي بتخلي التتبيلة جميلة جدا. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، ومتنسوش تحطوا لي اللايك كده والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد يا حبايب قلبي. واتمنى منكم تساعدوني كده في قناتي وتقفوا جنبي وتشرفوني كده وباللايك الجميل بتاعكم، وربنا يسعدكم يا رب ويفرح قلبي. مننساش ندعي لاخواتنا بقى في فلسطين وفي كل انحاء العالم يا رب، نصرهم نصرا عزيزا مقتدرا، واشف كل مريض يتألم يا رب. هنحط بقى الستريبس بتاعنا يا حبايب قلبي في التتبيله اللي احنا عملناها دي. انا حطيت برضو شويه سكر يا حبايب قلبي، السكر بيخلي حبايب قلبي النقع بتاعنا خلص اهو بتاع الستريبس. هنحطه بقى في التلاجة. ودي يا حبايب قلبي بقيه البهارات هنعملها برضو. هنعمل خلطة الدقيق اللي احنا هنعمل فيها الستريبس، متقريش قوي عشان مفيش حاجة تترمى عشان مبقاش حرام. نحط برضو معلقة نشا. نحط الخلطة بتاعتنا اهيت برضو توم باودر بصل باودر بابريكا كزبرة فلفل اسمر
كركم وكاري، بتلخبط بين الاسمين دول بقى اللي هنعمل فيهم الستريبس بتاعنا يا حبايب قلبي بعد ما نطلعه من الخلطة بتاعتنا. كل واحد يا حبايب قلبي يمشي على قده، فضل ونعمة من عند ربنا، عشان ما تحطيش دقيق كتير والدقيق يبوظ منك اما تعوزي تعملي تاني. اهو هما دولت هيفيدوا كمان. كده بقى يا حبايب قلبي هنحط بقى الستريبس بتاعنا في التلاجة، ارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. هنعمل شويه رز بشعريه هنا. حمرت الشعريه وحطيت عليها رز يتلوى، نحط عليها بقى الميه السخنه، لازم تكون ميه مغليه يا حبايب قلبي عشان الرز بتاعنا كده يا حبايب قلبي. هنحط الستريبس بتاعنا كده ودقيق. عايزه الطبقه بقى تكون تقيل عليه، تقوم حطاه تاني في العجينه كده. هنا يا حبايبي الرز بالشعريه اهو استوى. معلقتين زيت كده عشان قلبي زي العسل. انا بقى حطيت صينيه اهيت على شويه زيت. خلي بالكم المقلايه دي عشان ما بنصحكم ما حدش يجيب الوك، لان الايد بتاعته تقيله وبيقع. نوطي عليه كده يعني ما نعليش عليه قوي عشان ما يبقاش ني من جوه. نوطي عليه كده بعد ما الزيت يسخن، يعني نحط بقى نسيبه شويه كده وبعدين نوطي عليه عشان يعمل بقى اللون المقرمش الجميل. قلب الستريبس بتاعنا اهوت عملناه كده بطريقه كده حلوه يا حبايب قلبي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد بنعمله يا حبايب. دلوقتي يا حبايب قلبي احنا خلصنا بقى الستريبس بتاعنا وعملنا معاهم شويه رز بشعريه وعملنا طحينه يا حبايب قلبي، ودي كان الروتين بتاعنا النهارده. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.